بسم الله الرحمن الرحيم. على الهواء مباشرة كابتن علي ضاحي عضو مجلس إدارة نادي المدينة المنورة لبرنامج كورة بلدنا الأستاذ عبد الناصر زيدان على قناة الشمس بعد انتهاء مباراة نادي المدينة المنورة أمام الفيوم التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. اولا تحياتي للكابتن عبد الناصر زيدان والضيوف الكرام في الاستديو. احنا بنتكلم عن مباراه الحمد لله نقطه، برضو احنا كسرنا، احنا لينا 3 مباريات على ارضنا بنتهزم. يعني احنا المباراه كان استجاب، في حماس رجع للفريق، في روح بدت للفريق ان شاء الله، وان شاء الله تكمل في الماتشات الجايه وتبقى بدايه، دي الماتش المباراه النهارده بدايه للمباريات القادمه ان شاء الله. بالنسبة للتغييرات التي تمت في اللقاء من قبل كابتن شديد إناو المدير الفني لنادي المدينة المنورة. والله احنا النهارده المكسب ان احنا النهارده دافعين بثلاثة 4 لعيبه ناشئين 2001، ودي مكسب الفرقه. يمكن اسماعيل ده احنا برضه ناشئ، بنو ناشئ، في 3 اصحاب الناشئ، اللعيبه دي كلها احنا اول مره تلعب كوره في الفريق الاول. هم اللي مكسب لينا النهارده في المباراه، فان شاء الله باذن الله يبقى ليهم برضه مستقبل في الماتشات الجايه، ويبقى ليهم برضه ان شاء الله ليهم دور جامد ان شاء الله باذن الله. كابتن عمرو، كلمة كابتن علي ضاحي الذي وجهها خصوصا لبرنامج كورة بلدنا وللأستاذ عبد الناصر زيدان ووقفته خلف فريق نادي المدينة المنورة. والله مش جديده على الكابتن عبد الناصر زيدان ابن الصعيد انه هو يوقف ويساندنا وبيكلمنا بعد كل المباريات، وبيكلمنا اثناء المباريات، وبيطمئن على الفرقه، وبيساعدنا في مساعدات للكابتن ناصر عبد الناصر عاملها معانا. مش الواحد يعني مش عاوز يقول على الهوا برضه، لكن احنا الكابتن كوره ملعب بلدنا دلوقتي احنا بدانا كل الناس نستنى من الساعه 11 نستنى الكابتن عبد الناصر زيدان. عمل رواج على مستوى الصعيد ان احنا بننتظر كوره ملعب بلدنا الكابتن عبد الناصر زيدان، وبالتوفيق ان شاء الله وبالنجاح، ونشوفك في احسن قنوات على مستوى العالم كله كابتن عبد الناصر. لذاك لقاءنا مع الكابتن علي ضاحي عضو مجلس إدارة نادي المدينة المنورة عقب انتهاء مباراة نادي المدينة المنورة أمام الفيوم بالتعادل الإيجابي 1-1. كان معكم من الأقصر عمرو الصاوي، شكرا جزيلا.